صباح الهنا عليكم. صباح يوم الجمعة بيبقى يوم مميز عندنا، العيلة كلها بتتلم على الفطار. فقررت اعمل ايه؟ اعمل لهم مطعم هنا زي بتاع جد كده، زي بتاع جد. ايه الثقة دي؟ والله العظيم هعمل لهم شوية فول وطعمية، وادي الديك الشهير معانا بيأذن اهو، جامدين جدا. انا نقع الفول من بالليل زي ما انتم شايفين كده، ورحت بقى حاطه طماطمايه وفص ثوم وفص ليمون، وكمان ايه شويه من العدس الاصفر كده. في ناس بتستبدله بالقمح بالغله اللي هي مبشوره ديت اللي متقشره، لكن انا بحط شويه عدس. شايفين بك 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 عمال بقى ايه بيفور كده، بس ايه بعد ما غسلتهم كويس وهندزع الريم ده كمان شويه من الفول المنقوع زي ما انتم شايفين كده. رحت عامله ايه بقى؟ قشرتهم. ايوه قشرتهم. والدتي الله يديها الصحة كانت بتعمل كده أيام زمان، مكانش بقى فيه روح هات فول وهات طعمية والكلام ده كله، اكتفاء ذاتي في البيت. ستات البيت أيام زمان كانوا حكاية. وطبعا الشاطر اللي أي لقط شوية كده واتعلم حبة منهم. وجبت كمان، بصوا ده بصل أخضر، واليومين دول بتوع البصل الأخضر أنا بعشقه قوي في الطعمية. وكمان فص ثوم، وكمان خضرة بقى شبت، البقدونس والشبت والكزبرة. الطبق الحلو ده كزبرة ناشفة والكمون والشطة المشطشطة شوية زعتر، دول بتوع ايه بقى؟ تتبيلة الطعمية على طول. طب هتعملي ايه؟ انا الكبة بتاعتي بايظة. اسكت؟ لا طبعا. جبت خلاط وشوية مية كمان عشان نشغله خلاط، احط الحاجات دي على بعضها من غير التوابل واوريكم هنعمل الطعمية ازاي. حطيت الحاجة على بعضها وكمان المية زي ما انتم شايفين كده. يلا على الخلاط عدل. بصوا بقى الجمال، كل حاجة انضربت بشوية المية دول. المصة بتاعتي حبيبتي دي بجيبها كده احطها على طبق ولا على بول، وفضي الكلام ده شوية المية يطلعوا تاني. بصوا يا جماعة، كل المية دي من غير ما تحركي ولا حاجة هتتصفى من غير ما تتعبي نفسك ولا حاجة في دقايق. بصوا دلوقتي يا حبايب بقى المية اتصفت لوحدها ازاي. اهي اللي انا حطيتهم طلع زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هفضيها في طبق عشان احط عليها التوابل واقول لك السر في نجاح الطعمية. دلوقتي انا فضيتها وبقت بالشكل الجميل ده. الطريقة اللي هقول لك عليها دي انا معتمداها بقالي 20 سنة من والدتي الله يديها الصحة. انا بجيب ربع رغيف بلدي، العيش الاسمر البلدي، ببلها كده وبصفيها بايديا. بصي يعني اضغطي عليها بالجامد قوي عشان تتعصر معاكي. تمام. بعد كده هتروحي جايباها بالمنظر دوت وحطها على ايه؟ على العجينه بتاعه الطعميه بتاعتي، وهتحطي التوابل وهتجيبي الهركه بتاعه البطاطس وضغطي الكلام ده. انا ضغطتها بالسباتيولا. بصي بقى منظر التوابل ده بقى. قطعه العيش دي تخليها ما تفكش معاكي ابدا، وتديك اللون الجامد الحلو قوي دوت اللي انت بتشوفيه في المطاعم، وتبقى احلى وتبقى هشه، تبقى جميله جدا جدا. كده خلصنا الطعميه. وفي مكون بسيط كده بتحطي نص معلقه بيكربونات الصوديوم وبتقلبيها، بس هتحطيها للي هتتقلى دلوقتي، للي هتتعمل في الحال عشان ما تسمرش. تمام. الميه مش هنرميها، الراجل بتاع الطعميه بيعوز ايده ميه، احنا هنعوز ايدينا ميه الطعميه، واحنا بنعملها عشان تطلع ناشفه وما تلزقش في ايدينا. من خطوات نجاح الفول، ايوه ده الفول اللي انا حطيته وانا بتكلم معاكم وبعمل الفيديو. بصوا الجمال والله العظيم. بصي الفوله من حلاوتها شقت وطلعت اهيت، بس البخار هو اهو. انا مسحت دلوقتي الكاميرا. بصوا الفول عامل ازاي، ما شاء الله كلها شقه اهيت من حلاوتها. شفتوا بقى عربيه الفول جت هنا ازاي؟ شفتوا المطاعم بتعمل ايه؟ احنا هنعمل احلى من المطاعم زي ما انتم شايفين كده. وادي المسقعه، والله ده مطعم جد جد. صباح الهنا. اعملوا فرحوا والدكم كده، يوم الجمعه ده بيبقى يوم العيد بتاع العيله فعلا. صباح الورد.